السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا بالنسبة لنا كلنا كسيدات، وهو موضوع الصحة النفسية. ايه هو مفهوم الصحة النفسية؟ ازاي اقدر اهتم بصحتي النفسية؟ مفيش شك ان احنا عارفين ان احنا عايشين في زمن بيستنزفنا كلنا، عايشين في عصر سريع جدا. سرعة الحياة حوالينا وعدم التوقف ده أكيد محتاج صحة نفسية كويسة جدا عشان تقدر تواجه هذه التحديات الكتير. طيب، هل الصحة النفسية معناها عدم وجود اضطراب نفسي معين أو عدم وجود مرض نفسي؟ يعني أنا مثلا لو أنا شخص ما عنديش أي مرض نفسي أو اضطراب معين، ده معناه إن أنا شخص بصحة نفسية جيدة أو بصحة نفسية كويسة، قادرة أواجه تحديات الحياة وكده؟ الحقيقة إن مفيش علاقة قوي بينهم. ممكن أكون شخص ما عنديش أي اضطراب أو ما عنديش أي مرض نفسي، وبسمعها كتير جدا، وبيجي لي فعلا ناس كتيره جدا تقول لي: شيماء، انا رحت للدكتور وما عنديش اي مشكله، انا ما عنديش مرض معين، لكن حاسه ان انا مش كويسه، حاسه ان انا مستنزفه طول الوقت، حاسه ان انا طول الوقت متوتره، حاسه ان انا طول الوقت بجري، حاسه ان انا مضغوطه، حاسه ان انا مش قادره ادير حياتي، حاسه ان انا مش قادره اقوم بادواري بشكل كويس، حاسه ان انا عايشه الحياه بجري. كل دي علامات بتدل ان انا لا، صحتي النفسيه هنا هي اللي فيها مشكله معينه، او هي اللي محتاجه انتبه ليها. فمن العلامات اللي كتير قوي ممكن نكون بناخد بالنا منها او ملاحظينها في حياتنا، ان احنا حاسين بالتشتت والتوهان، حاسين ان احنا مستنزفين، ما عندناش طاقه. مفهوم انا ما عنديش طاقه او طاقتي خلصانه دي دايما بسمعه، انا بتمنى ان اليوم يخلص وينتهي علشان خلاص بقى انا تعبت من كتر المسؤوليات. من العلامات التانية برضو ان انا مش عارفه ادير مشاعري. يعني اي شعور بيحطني في حاله مش كويسه، مش عارفه ادير المشاعر دي، مش عارفه اتعامل مع الضغوطات الكتيره اللي في حياتي، مش عارفه اهندلها بشكل كويس، مش عارفه اقوم بالادوار بتاعتي بشكل كويس، مش عارفه اعيش الحياه بشكل انا مرتاحه فيه، حاسه ان انا مستنزفه بجري، حاسه ان انا حاصل لي نوع من انواع الاحتراق النفسي. كل دي دليل على ان لا، في هنا حته، في هنا الصحه النفسيه محتاجه تاخدي بالك منها. في كمان صوت داخلي بيقول لك ان احنا مش كويسين، رغم ان احنا بقوم بالادوار بتاعتي، بس لا، في صوت كده: احنا مش كويسين، احنا محتاجين ننتبه لصحتنا النفسيه. كل دي علامات تعرفي منها ان انت محتاجه تبصي على صحتك النفسيه. من الحاجات كمان التانية اللي ممكن تكون كمان من العلامات التانية ان انت عندك مشكلة كمان في العلاقات اللي حواليكي. العلاقات بقت مرهقة قوي ليكي، بتستنزفك، بتستنزف الطاقة بتاعتك، كمان الاهداف بتاعتك. ما عنديش طاقة ان انا اعمل حاجة. الاهداف محتاجة طاقة، فانا ما عنديش الطاقة دي، ما عنديش طاقة ابذلها. انا يا دوب بعمل حد ايه بيقولوا عليه، حد الكفايه، يعني اللي هو حد الكفاف، مش عارفه اسمه ايه، يعني اللي هو المينيمم، انا بعمل اقل حاجه ينفع تتعمل، او اللي هو خلاص كده. فده معناه برضو ان انا لا، الصحه النفسيه هنا محتاجه تاخدي بالك منها. ايه تاني؟ في عندي كده نوع من انواع احساس كده شويه بالحزن، مش اكتئاب، مش لدرجه الاكتئاب، مش كل حزن اسمه اكتئاب يعني، لكن في حزن، حاسه ان في شجن كده، يعني مش مبسوطه، مش مستمتعه بالحياه. ده برضو علامه تانية. طيب، فمش معنى ان انا ما عنديش اضطراب معين او مرض نفسي معين ان انا بصحه نفسيه جيده، لا، ده دليل ان انا صحتي النفسيه محتاجه انتبه ليها. في كمان برضو حاجه بتتقال لي دايما، ان الايام بقت شبه بعضها. ما عنديش قوي يعني حماس لحاجه، يعني كله بقى شبه بعضه، كل المواقف بقت شبه بعضها. فدي كلها علامات ان انا محتاجه اهتم وانتبه شويه لصحتي النفسيه. طيب، علشان بقى اهتم بصحتي النفسيه، قبل ما اعرف ازاي اهتم بيها، تعالي اعرف الاول هو ايه معناها. هو انا معنى ان انا اكون بصحه نفسيه كويسه ده معناها ازاي؟ معناها عامل ازاي؟ ان انا اكون بعمل ايه؟ اولا خلينا نتفق ان مش معنى الصحه النفسيه الكويسه، او مش معنى ان انا بصحه نفسيه كويسه ان انا ما عنديش مشاكل ولا تحديات في الحياه. لكن انا عندي تحديات، بس قادره اواجه تحدياتي واتعامل معاها، قادره اتعامل مع تحديات الحياه، قادره اواجهها بشكل ما بيستنزفنيش وما بيستنزفش طاقتي، قادره ادير مشاعري بشكل كويس، قادره ادير العلاقات اللي في حياتي بشكل ما بيستنزفش طاقتي، عندي طاقه ان انا اعمل الحاجات اللي حواليا، عندي طاقه اهتم ببيتي، باولادي، بالناس اللي انا مسؤوله منهم، يعني مسؤوله عنهم مسؤوله عنهم. فانا عندي طاقه اعمل الحاجات دي، مش طول الوقت طاقتي خلصانه. تمام؟ فدي لما صحتي النفسيه تكون كويسه هكون قادره اعمل ده. ان انا كمان قادره اقوم بادواري بشكل كويس، قادره اظبط العلاقات اللي في حياتي مش بشكل بتستنزفني، قادره اظبط السلوكيات بتاعتي والعادات بتاعتي، وقادره ابني عادات جديده، وابني عادات تساعدني في حياتي مش تعطلني، وقادره ادير مشاعري. الحاجات دي كلها لما صحتي النفسيه بتكون كويسه بقدر اعمل الحاجات دي، او دي معناه ان انا صحتي النفسيه كويسه. فمعنى الصحه النفسيه الجيده ان انا اكون قادره اعمل الحاجات دي، قادره اعيش حياتي واقوم بمهامي وادواري بشكل
ما بيستنزفش طاقتي ومريح بالنسبه لي. الحياه مش هتخلص من التحديات، الحياه كلها تحديات، لكن في فرق ما بين ان انا قاعده بعاني وانا بعاني من كل حاجه. حتى بس التحديات الصغيره اليوميه بقت ترهقني وبقت تعصبني. ليه؟ لان انا ما عنديش طاقه نفسيه استحمل ده. ده معناه ان انا ما عنديش طاقه لده، ما فيش صحه نفسيه تخليني استحمل. فده بيخليني تحديات الحياه بسيطه قوي، اي حاجه تحصل بصي كأن حد نكش لي مناخيري، فبروح جايه غضبانه جدا. فده معناه ان انا لا، كده محتاجه اظبط صحتي النفسيه عشان اقدر اكون بصحه نفسيه جيده. وده هيدخلنا لنقطه تانية، او مفهوم جديد في علم النفس اسمه علم النفس الإيجابي. يمكن المفهوم الجديد في علم النفس الإيجابي ده هو اللي بقى يركز بقى على الحتة دي. خليني قبل ما اشرح لكم المفهوم الجديد ده احكي لكم الحكايه بتاعه مؤسس هذا العلم. في عالم نفسي شهير اسمه مارتن سيليجمان. مارتن سيليجمان هو عالم نفسي شهير، كان بيشتغل على الاضطرابات النفسيه، وكان معالج نفسي. كان في يوم من الايام بيعمل حاجه مع بنته في الحديقه، او كان مع بنته في الحديقه. بنته عندها 5 سنين، فبنته دي كان هو غضب عليها، كان غاضب عليها يعني. فجت قالت له: يا بابا، انا لما كان عندي 3 سنين انا كنت بغضب، او ما كنتش بعرف اتحكم في ان انا اصرخ يعني. لكن دلوقتي وانا عندي 5 سنين بقيت اقدر اتحكم في ده. فطالما يا بابا انا عرفت اعمل ده، فانت كمان تقدر تبقى كويس، تقدر تبقى مبسوط. مارتن سيليجمان كلام بنته وقتها خلاه يعيد تفكيره في حتة تانية خالص، ويفكر: هو احنا ليه في علم النفس بنهتم فقط بالمرض النفسي؟ ليه ما بنهتمش بالصحة النفسية؟ ليه بنهتم بالمرض، وليه بنهتم بالأمراض وعلاجها، وما بنهتمش بالناس، أو بالإنسان قبل ما يوصل للمرض ده؟ ليه ما بنهتمش بأن هو يعيش حياة كويسة وسعيدة وقادر يعيش ويتعامل مع التحديات دي قبل ما يوصل للمرض؟ ليه بنعالج الناس من الأمراض، وليه ما نخليهمش أو ما نديهمش حاجة تساعدهم أو تقيهم من إن هم يدخلوا في هذا الاضطراب يعني؟ فمن هنا نشأ علم النفس الإيجابي، ومارتن سيليجمان هو مؤسس علم النفس الإيجابي. علم النفس الإيجابي بيهتم بالإنسان، إزاي يقدر يعيش حياة بصحة نفسية جيدة، إزاي يقدر يعيش حياة هو مبسوط فيها ومرتاح فيها، بحيث إن هو ما يوصلش لهذه المرحلة إن هو ينهار نفسيا. هو علم النفس الإيجابي قائم على هذه الفكرة. من النماذج بقى اللي بتركز على تطبيق مفهوم الصحة النفسية، أو ال- ال- أو بيسموها الرفاه النفسي يعني. نموذج اسمه نموذج بيرما. النموذج ده هو نموذج قائم على 5 عناصر. دي ممكن تكون أول خطوة ليكي عشان تبتدي بقى تهتمي بصحتك النفسية. النموذج ده تقدري تطبقيه في حياتك لو فعلا عاوزة تاخدي خطوة ناحية صحتك النفسية دي. النموذج ده قائم على 5 عناصر، على 5 عناصر. بيرما موديل أو نموذج بيرما قايم على أول عنصر فيه هو البوزيتيف ايموشنز، أو المشاعر الإيجابية. طيب المشاعر الإيجابية في النموذج ده معناها إيه؟ معناها إن أنا أحاول أعيش، أخلي في حياتي نوع من المشاعر الإيجابية. ما يبقاش فقط اللي أنا بختبره طول اليوم، أو المشاعر اللي أنا بختبرها طول اليوم هي فقط مشاعر الضغط والتوتر والقلق المستمر. لا، يبقى في نوع تاني من المشاعر: مشاعر امتنان، مشاعر فرحة، مشاعر سعادة، مشاعر رضا. مشاعر تانية احاول اوجدها في حياتي، اوجدها في يومي. ده مش معناه ان انا هتخلص من المشاعر المش كويسه، لان المشاعر السلبيه، او اللي احنا بنسميها مشاعر سلبيه، دي مش مشاعر محتاجين نتخلص منها. دي مشاعر بتجيب رسائل معينه. كل شعور على فكره ما بنحبوش هو وراه رساله معينه بيساعدك اكتر ان انت تفهمي نفسك وتعرفي هي ايه الحاجه اللي انا محتاجه اشتغل عليها. فمش معناه ان احنا نتخلص من المشاعر السلبيه، لان المشاعر السلبيه في حد ذاتها هي مهمه، لانها بتدينا دليل واشاره عن احنا ايه اللي بيهمنا في الحياه، وايه فعلا اللي بيبسطنا. فاحنا مش هنتخلص من المشاعر السلبيه، لكننا عاوزين نوجد مشاعر ايجابيه في يومنا. فانا عاوزاك تسالي نفسك: هو ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها في يومي تديني مشاعر ايجابيه؟ ايه الانشطه اللي انا ممكن امارسها تحسسني ان انا مبسوطه؟
خدي كده وقت في يومك، فكري هو انا ايه الحاجات اللي اعملها فعلا واوجدها، انا اكون فعلا مركزه ان انا اوجد في حياتي المشاعر الايجابيه دي. من الحاجات الحلوه قوي او من الحاجات اللي فعلا بتحسسنا بالمشاعر الايجابيه فكره الامتنان، ان انا كل يوم امتن للي حصل في يومي. ده بيحسسنا بالرضا جدا، وبيحسسنا ان احنا لا فعلا مبسوطين. الرضا الامتنان لابسط الحاجات اللي حصلت لك في يومك. من الحاجات برضو التانية، اكتبي انجازاتك البسيطة اللي عملتيها، يعني اكتبي كده ايه الانجازات اللي عملتيها، كل دي هتحسسك بمشاعر ايجابية. طيب ده بالنسبة للركن الاول. الركن التاني من نموذج بيرما هو الانجيجمنت، او التدفق او الانسجام. يعني ان انا اكون بعمل حاجة في يومي وانا منسجمة فيها، وانا كل حواسي مركزة قوي في الحاجة دي، ودي بيسموها الفلو، او الحاجة اللي بتدخلني في فلو يعني حالة من التدفق، حالة ان انا احس فيها ان الوقت كده كأنه بيعدي وانا مش حاسة بيه. حد مثلا يكون بيمارس هواية معينة، حاجة معينة بتعمليها وانت في كامل اندماجك فيها. الأنشطة اللي فيها فلو من الأنشطة المفيدة جدا 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 لصحتك النفسية. فده تاني حاجة محتاجة توجديها في يومك، هي الحاجات اللي فيها بتدخلك في فلو. ودي هتوصل لها لما تفكري كده، هو ايه الحاجة اللي انا بستمتع قوي بيها بعملها وانا مبسوطة. فكري كده زمان لما كنت وانا مثلا صغيرة، كان ايه الحاجات اللي بحب اعملها، كان ايه الحاجات اللي انا بستمتع وانا بعملها. وارجعي اوجدي هذه الحياه، او حاولي الحاجات، حاولي ترجعي تعمليها تاني. على فكره في حاجات كنا بنعملها زمان وبنتبسط بيها، بس حاليا ما بقيناش نتبسط بيها لان احنا بقينا نحملها معاني تانية. يعني مثلا خليني اديكم مثال. انا مثلا واحده زمان كنت بحب قوي الطبخ، بحب اقعد اطبخ واعمل حاجات معينه، واعمل حاجات حلويات، واعمل اشكال حاجات كده يعني، تمام. طيب بعد كده لما اتجوزت وبقت الطبخ ودخول المطبخ ده بقى حاجة أنا بعملها بشكل إلزامي، اللي هو أنا مطلوب مني أعمل الأكل أو أجهز الأكل عشان البيت والولاد، ودي دوري ومهمتي. لما الموضوع اتحول لهذا المعنى أو أخد معاني تانية، ففقد الإحساس المتعة اللي أنا كنت بحسه بيه زمان. أنا حقيقي دي من الحاجات اللي اكتشفتها وأنا بحاول أدور على هو أنا إيه اللي فعلا بيدخلني في فلو. ف لما حاولت ان انا خلاص طالما الحاجه دي انا بستمتع بيها، فانا خلاص هخصص مثلا يوم معين او وقت معين، كل بقى اسبوع مرتين في الاسبوع. الوقت ده انا داخله الوقت ده المطبخ عشان استمتع، مش عشان احضر الغدا عشان الولاد هتيجي او مستعجله عشان ورايا حاجه، لا. الوقت ده انا بقيت اخده كانه وقت هو سبيشال تايم، او وقت خاص بتاعي، وقت بيشحنني، وقت بيديني طاقه. لان الانشطه اللي بتدخلنا في فلو من الحاجات جدا الحلوه اللي بتشحن طاقتنا. فبقيت اخصص مثلا يوم في الاسبوع انا هدخل المطبخ اعمل مثلا حاجه بحبها، اعمل بقى معجنات وانا بشكل هادي جدا استمتع بالتشكيل بتاعها. اكله بتاخد وقت، استمتع بان انا اعمل الحاجات بشكل هادي، لان انا اكتشفت ان ده حاجه كنت بستمتع بيها زمان، وما بقتش استمتع لان انا لا ما بقتش حطاها في الخانه بتاعت دي. فممكن ترجعي تفكري، ممكن تلاقي انشطه كانت بتستمتعي بيها زمان وما بقيتيش تستمتعي بيها دلوقتي، فحاولي ترجعي الانشطه دي وجرديها من المعاني التانية علشان تكون فعلا نشاط ممتع بالنسبه لك. دي النقطه التانية. النقطه الثالثه في نموذج بيرما هو الريليشن شيب او العلاقات. ان انا يبقى عندي علاقات داعمه في حياتي، علاقات انا مرتاحه فيها، مش علاقات طول الوقت بتستنزفني وبترهقني، علاقات انا مرتاحه فيها. وانا بشوف ان اهم حاجه في النقطه دي ان انا الاول ابني علاقتي بنفسي، ان انا ابني العلاقه ما بيني وما بين نفسي، علشان انا مش هقدر افهم وادير علاقاتي باللي حواليا وانا نفسي مش فاهمه انا عاوزه ايه. هو انا ايه اللي بيبسطني وايه اللي بيزعلني وايه اللي بيحبطني وايه اللي بيغضبني، انا نفسي ايه، وانا ايه اللي متوقعاه من الناس اللي حواليا، انا مش هعرف اعمل ده وانا مش فاهمه انا ايه. فعلشان تبني علاقاتك الاول، ابني علاقه كويسه الاول مع نفسك. دي اول خطوه هتساعدك ان انت تحققي ال 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 العنصر الثالث من عناصر نموذج بيرما، او نموذج انا بسميه نموذج الصحه النفسيه الحقيقه، لان كل عنصر من العناصر دي لو ركزنا فيه وحققناه في حياتنا بشكل مستمر، هيأثر جدا جدا في جوده حياتنا وفي صحتنا النفسيه. رابع عنصر وهو عنصر المينينج او المعنى. المعنى يعني ان انا اكون في معنى معين او في معنى اعلى واكبر من الاهداف، من الحاجات اللي انا بعملها، من حياتي نفسها. يعني ايه المعنى من الحاجات اللي انا بعملها؟ انا بعمل الحاجات دي ليه؟
عشان بس هدف قصير المدى، عشان انا محتاجه اعمل الحاجات دي عشان دي ادواري ومسؤولياتي عشان هدف قصير المدى، ولا عشان معنى اكبر ورؤيه اكبر مني ومن الاهداف قصيره المدى دي. فالمعنى من الحاجات المهمه جدا اللي لما بندركه في حياتنا وبنحاول ايجاده في كل حاجه بنعملها بيفرق جدا في جوده حياتنا، بيفرق جدا في تعلقنا بالنتائج. انا مثلا مش بربي ولادي علشان انا لما يكبروا يكونوا مش عارف ايه، او لما يحصل ايه هيكون ايه، مش عشان نتيجه معينه. يعني النتائج في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن خلي دايما الاهداف اللي انت بتعمليها لمعنى اكبر، اربطيها بمعنى اكبر، زي رضا ربنا مثلا، ان انا عاوزه اكون شخص مؤثر، حاجه اكبر منك واكبر من الاهداف اللي انت بتعمليها. لو عرفتي تطلعي معنى اكبر من كل هدف انت بتشتغلي عليه، يبقى ساعتها فعلا لا هترتبطي بنتائج، لو ما اتحققتش هتحسي باحباط، ولا هتحسي ان انت عايشه حياتك كده علشان حاجه صغيره او علشان حاجه قصيره المدى. لا، انا عايشه عشان معنى اكبر. فايجاد المعنى في كل حاجه بنعملها في حياتنا من الحاجات المهمه جدا لصحتنا النفسيه. اخر عنصر وهو الاكومبلشمنت او الانجازات. الانجازات او ان انا اكون في اهداف صغيره في حياتي بانجزها، في حاجات بعملها في حياتي، في انجازات صغيره انا بعملها. الانجازات من الحاجات اللي بتسعدنا جدا جدا، لما بتعملي حاجه او بتنجزي هدف صغير بتحسي انت مبسوطه جدا. كل الحاجات دي على فكره نفسيا، لان هي كمان بتساعد الجسم اللي هو بيفرز نوع معين من الهرمونات اللي بتساعدنا ان احنا نحس بالانبساط. يعني الانشطه دي والحاجات دي بتحفز افراز هرمونات معينه كمان في جسديا في جسمنا، بنحس بهذا الانبساط يعني، او هذه السعاده يعني، اللي هي اصلا مهمه لصحتنا النفسيه. طيب، فالانجازات من الحاجات اللي انا بحتاج احطها في حياتي، هو ان انا اكون بنجز حاجه معينه، ان انا بيبقى عندي اهداف معينه، حتى لو اهداف صغيره، حاجات صغيره انا بعملها على مدار اليوم بتاعي، على مدار الاسبوع، على مدار الشهر، سواء اهداف من الاهداف الصغيره للاهداف الكبيره. بحقق الاهداف دي لان ده من الحاجات المهمه جدا جدا لصحتنا النفسيه. على فكره الاهداف مش لازم تكون هدف كبير قوي قوي قوي، الاهداف ممكن تكون اهداف صغيره قوي قوي قوي. عملت اكله كويسه، خرجت مع اصحابي خروجه حلوه، قرات ورد القران بتاعي. على فكره انجاز. احنا ساعات كتير قوي من كتر ما احنا اعتدنا فما بقيناش نحسب الحاجات، من كتر ما احنا اعتدنا على ان احنا ده عادي، يعني حاجات بنعملها عادي، ما هو عادي. كلمه عادي دي من الحاجات على فكره المدمره جدا لينا، لانها بتخلينا ما نحسش بانجازاتنا، ما نحسش ان احنا عملنا حاجه. وبرضو طول ما احنا شايفين برضو الناس اللي حوالينا بتعمل ايه، مش عارف ايه، دول بيعملوا كذا، فساعات بنستصغر الحاجات الصغيره اللي احنا بنعملها. فانا محتاجه ابص لكل انجاز صغير انا بعمله. بصي لحياتك بعين يعني بعين ايه بيسموها، عين الفراشه او النحله، يعني حاجه كويسه، اللي انا مش عين الذبابه اللي هو بس بتبصي للحاجات الوحشه. لكن بصي للحاجات الكويسة، احسبي الإنجازات الصغيرة عشان فعلا تحسي بيها يعني، وتحسي بتأثيرها عليكي. لحد هنا يعتبر احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتكلمنا عن الصحه النفسيه، وايه العلامات كده اللي تحسي ان انت محتاجه تشتغلي على صحتك النفسيه، او ده معناه او دليل ان انا صحتي النفسيه محتاجه انتبه لها. وقلنا يعني ايه اصلا صحه نفسيه كويسه، لما صحتي النفسيه كويسه ده معناها ان انا بعمل ايه، او ايه مفهوم الصحه النفسيه. واتكلمنا عن نموذج مهم جدا لتحقيق الصحة النفسية دي عشان أقدر أحققه بشكل عملي في حياتي، إن أنا أطبقه عشان أحقق الصحة النفسية في حياتي. لحد هنا يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.